أنا اليوم الحقيقة أناشد وأطالب وأنادي اللي خلف الشاشات كل محزون يجلس الليلة يستمعنا، وأخاطب المساجين كذلك، لأن بلغني أن بعض إدارات السجون أيضا تبث هذا البرنامج في الإدارات في السجون للمساجين، فأقول اجلسوا الليلة اسمعوا هذا الكلام لأنه يعنيكم. أنا أخاطب المرضى على الأسرة، أنا أخاطب المرأة الآن اللي تشاهدني وهي تبكي ودموعها على خدودها، أنا أخاطب الرجل المهموم، أخاطب كل إنسان عنده مشكلة، أخاطب الدعاة، أخاطب كل إنسان يشعر أنه في حياته عنده ما يزعجه. اليوم سأتحدث إن شاء الله تعالى عن أحسن القصص، وحديثنا اليوم عن قصة يوسف عليه السلام. هذه القصة يقول عنها بعض التابعين رحمهم الله تعالى، قال: ما قرأها محزون إلا سلي عنه. وهذا نقل الإمام القرطبي، يعني في الغالب لا يقرأ سورة يوسف رجل أو إنسان أو امرأة محزون إلا سخر الله سبحانه وتعالى له أنسا وسعادة في قلبه. فأنا هنا أنشد الحقيقة كل من يشاهدني وخاصة أصحاب الأحزان، خلونا نتكلم عن يوسف. أنا ما أتصور فيه مسلم ما يعرف قصة يوسف ولا يفهمها. حنا عارفين قصة يوسف من بداياتها إلى نهاياتها، حتى لو تسأل أطفال الصغار الآن يقول ولد صغير كان عنده أبوه حسدوه إخوانه انطلوه في البيت دخل السجن ثم بعد ذلك أصبح عزيز مصر. لكن هالقصة وفيها من المضامين الشيء الكثير.